احنا عايزين نعرف مفتاح تنمية المهارات من وجهة نظرك. من المفاتيح الاساسيه بالنسبه لاي مهاره، مش بس يعني كلامنا عن تعلم المهارات بشكل خاص، ولكن اي حاجه انا عايز اعملها في حياتي، هي السيلف ديسيبلين زي ما اتكلمت. هو الانضباط الذاتي. انا ببقى قادر ان التزم تجاه حاجات كتيره قصاد الناس، التزامات خارجيه، ولكن التزامي تجاه نفسي ده بيكون يعني الواحد بيتساهل مع نفسه في حاجات كتيره وهو بيعملها، فدي انا بشوفها مهمه جدا. والاستمراريه. انا مش لازم ان النهارده اكون خلصت مثلا كورس 7 ساعات او تراك كامل من الكورسات 7 ساعات. ابدا ولو حتى بربع ساعه في اليوم. لو في كتاب هتقراه اقرا حتى لو صفحه واحده في اليوم. فالاستمراريه اهم من اني استنى مثلا لغايه اجازه نص السنه، مش عارف لما الولاد يتخرجوا، ولا مش عارف لما يحصل ايه. الانتظار ده في حد ذاته يعني بيموت الرغبه او بيموت الحافز اللي كان عندي. فلو انا اقدر ابدا يعني خطوات صغيره، ده بيبقى اسهل كتير جدا جدا من اني استنى الوقت والحاجه اللي هتخليني اخلص المشروع ده ولا اسلم الحاجه دي، وهقعد بقى انا هقعد 5 ساعات. مش هتقدر تقعد 5 ساعات، اقعد بس انت ربع ساعه، اقعد نص ساعه على بس الحاجه دي أول كل خطوة. يوم. ده اهم بكتير جدا جدا من الحاجه الكبيره. لا، حاجات صغيره احسن بكتير من ان يبقى حاجه كبيره مره واحده.